إيموساما مخبي قبعة قش عملاقة بجليد ماريجوا، ولوفي لابس قبعة مشابهة لها بالضبط. ولكن السؤال الحقيقي هو علاش؟ واش غير مجرد تذكار من الماضي، ولا كاين سر أخطر بودا مخبي لنا من بداية القصة؟ واليوم إن شاء الله غادي ندخلوا لوحدة من أخطر النظريات في القصة. النظرية كتقول بلي قبعة القش ديال مونكي دي لوفي ماشي قبعة عادية، بل جزء من رابط أسطوري راجع من القرن المفقود. ولكن بلاتي كيفاش هاد القبعة تقدر تكون رابط روحي؟ باش نفهموا هذا اللغز خاصنا نرجع لواحد الميكانيزم كان اوضا شرحوا لينا براسو في المشاهد القديمة. الفيفر كارد، هاد الورقة ماشي مجرد بوصلة، هي الطرف من روح ديال مولاها. يعني في عالم ون بيس الاشياء تقدر ترتبط روحيا بالبشر. ولكن هنا كيبدا الجنون الحقيقي. شنو اذا كانت هاد القبعة ديال لوفي خدامة بنفس المبدأ؟ شنو الا كانت هاد القبعة الصغيرة غير شقفة مقطوعة من القبعة الكبيرة بحال فيفر كارد، لكن على شكل القبعة؟ اسمعني مزيان، هاد القبعة دازت من عند جوي بوي، الجولدي روجر، الشانكس، وحاليا عند لوفي. واش معقول هاد السلسلة كاملة تكون غير صدفة؟ خصوصا ان كل واحد لبسها عنده علاقة مباشرة بإرادة الدين. هنا النظرية كتخلي بكل شيء. القبعة ماشي البشر اللي كيختارها، بل هي اللي كتختار صاحبها، بحال الا كتبحث عبر الأجيال عن نفس الروح. وهذا الشيء يفسر علاش الشانكس عطى القبعة لوفي من الديبار، حيث يمكن القبعة بنفسها تفاعلت مع لوفي. ولكن هنا كنوصلوا لأخطر نقطة، علاش إيموساما مازال محتفظ بالقبعة العملاقة؟ أغلب الناس كيظنوها مجرد ذكرى أو بقايا من الحرب القرن المفقودة، ولكن شنو إلى الحقيقة أخطر من هذا الشيء كامل؟ شنو إلى إيمو محتفظ بها باش يراقب عودة جوي بوي بحال شي جهاز استشعاري؟ حيث إلا كان بين كل قبعتين تشابك روحي، فكل مرة لوفي كيقرب للحقيقة القبعة العملاقة كتفاعل معه. تخيل معايا نهار لوفي طيه دو فلامينغو، إيمو حس بشي حاجة، والنهار اللي دخل فيه الوانو إيمو بدا كيحس بالخطر. اما اللحظه اللي ايقظ فيها ديال فايف وسمع العالم كامل طابوا للتحرير، ديك اللحظه بالذات القبعه تفاعلت بواحد الشكل مرعب. وديك اللحظه بالذات ايمو حس بالخطر وفهم الحقيقه، جوي بوي لقد عاد. في هذه اللحظه غادي نربطوا هذا الشيء كامل بكلام دو فلامينغو، حيت قال باللي كاين كنز وطني في ماريجوا، ولو استعمل مع فاكهه اوبي نومي غادي يقدر يسيطر على العالم. هذا التصريح خطير ومرعب، حيت دو فلامينغو ربط الكنز بالخلود والسيطرة المطلقة. وإذا بتخيل معي هذا الاحتمال، شنو هي القبعة العملاقة؟ هي الكنز الوطني بنفسه، ولكن ناقصة ومشلولة، ما كتخدمش بكامل قوتها حتى ترجع لها القطعة الأصلية واللي هي قبعة لوفي. وهنا كنفهموا الرعب الحقيقي ديال إيموساما. هو ماشي خايف من لوفي كشخص، هو خايف من اللحظة اللي الجزء الصغير يرجع للجزء الكبير. رجعوا معايا داك المشهد الغامض فاش رجع روجر من لافتير، شانكس بدا كيبكي وأودا تعمد يخبي علينا السبب. ولكن شنو إلا روجر قال ليه الحقيقة؟ قال ليه باللي الوقت مازال ما جاش، وأن القطعة الناقصة مازال ما لقاتش صاحبها. شانكس فهم باللي خاصو يحمي القبعة حتى تلقى الشخص المختار، وداك الشيء علاش ضحى بيديه على قبل لوفي، حيت لوفي ما كانش مجرد طفل، بل شخص اللي القبعة اختارته. وفي الأخير يمكن القبعة القش مجرد رمز للحرية، يمكن هي المفتاح، السلاح أو رابط حي من القرن المفقود. ويمكن منذ 800 سنة إيمو ما كانش كيتسنى جوي بوي، كان كيتسنى رجوع القبعة. ودابا قولوا لي في الكومنتيرات واش هاد النظرية ممكن تكون حقيقية ولا أودا غير كيلعب بالعقول ديالنا كما العادة. وإلا كنتي كتعشق التحليل العميق ديال وان بيس ما تنساش تدعم القناة بلايك واشتراك. نتلاقاو في الفيديو الجاي، وكان معكم The Void Scholar.